السلام عليكم. هذه أخبارنا في المختصر، نخبركم بالأهم ونختصر لكم الخبر. حرص المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على توديع زميله البرازيلي مالكوم فيليبي برسالة مؤثرة بعد رحيل الجناح البرازيلي عن صفوف الزعيم وانتقاله إلى الجزيرة الإماراتي، مؤكدا أن علاقته باللاعب تجاوزت حدود الملعب إلى صداقة قوية. ووجه بونو رسالة خاصة إلى مالكوم على حسابه بمواقع انستغرام، عبر خلالها عن امتنانه للسنوات التي جمعتهما في الهلال قائلا: صديقي مالكوم، أود أن أشكرك كثيرا على هذه السنوات التي قضيناها معا في الهلال، مشيرا إلى أن تجربته مع اللاعب ستظل من الذكريات المهمة بالنسبة إليه. وأضاف الحارس المغربي: شكرا لك لأنك ساعدتني منذ اليوم الأول وجعلتني أشعر وكأنني واحد من عائلتك، ولن أنسى أبدا ما فعلته في عيد ميلادي، ليكشف عن الجانب الشخصي والعلاقة القوية التي نشأت بين الثنائي خلال فترة وجودهما مع الفريق. وتابع بونو حديثه عن زميله السابق، مؤكدا أن قيمة مالكوم بالنسبة إليه لم تكن مرتبطة بما قدمه داخل الملعب فقط، وقال: كان شرفا لي أن أكون زميلا لك، والأهم من ذلك أنني سعدت بمعرفتك كإنسان وشخص رائع. في رسالة حملت تقديرا كبيرا للاعب البرازيلي. واختتم حارس الهلال رسالته متمنيا التوفيق لمالكوم وعائلته في المرحلة المقبلة قائلا: أتمنى لك ولعائلتك كل التوفيق والخير في المستقبل، قبل أن يوجه له عبارة ودية: قبلة كبيرة يا حبيبي. وجاءت رسالة بونو لتكشف عن الجانب الإنساني للعلاقة بين لاعبي الهلال، خاصة أن رحيل مالكوم جاء بعد فترة ناجحة مع النادي، ليبدأ اللاعب الآن تجربة جديدة مع الجزيرة الإماراتي، بينما يحتفظ بزملائه السابقين بعلاقات وذكريات تتجاوز حدود المنافسات داخل المستطيل الأخضر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.